عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم تفاحة من قناة يانا يا مرات اخويا. النهاردة عايزين نعمل فول نابت وهننبته عندنا في البيت. معلش والله الصوت ده تحت في البيت مش عارفة، معلش بقى. انا جبت فول ونقعته في عندي في المية من بالليل لتاني يوم الظهر تقريبا لغاية ما القشرة فتحت كده والفولة فتحت ونفش كبير كمان. وبعدين صفيته وحطيته في مصفى وحطيت عليه حتة قماشة، والقماشة دي ببلها كل يوم واعصرها واغطي بيها الفول. على فكرة القماشة دي كانت لونها ابيض، بس هو الفول اللي خلى لونها عامل كده، لان انتوا عارفين ان هو فيه حديد. طبعا الفول، شفتوا الفول بقى عامل ايه؟ الفول نبت اهوت وبقى له زلومة. ايوه طلع له زلومة. شفتوا بقى منبت اهو الفول. الفول بقى منبت اهوت وبقى ليه زلومه. ايوه بقى ليه زلومه، ولا زلومه مرات اخويا، بوزها بوز مرات اخويا. شايفه الفول يا خوخه؟ المهم الفول نبت وهعمله معاكم. اكيد انتوا طبعا بتعملوا احسن مني بكتير، بس يعني اديني بقى بحاول. ده منظر الفول اهو، ودي طماطمتين مبشورين بشرتهم عشان انا مش بحب لون الشوربه بتاع الفول يبقى ابيض، وبصله مقطعها 4، ومرق الدجاج، ودي حته سمنه بلدي وفيها شويه حبهان مطحون هشوح فيه الفول وبالبصله. معلش يا جماعه والله الصوت دوت في البلكونه صوت عالي، مش عارفه اعمل ايه في التكاتك والناس دي. معلش كنت قفلت التسجيل على ما الصوت ده يعدي. هنا الفول بقى انا شوحته في حته السمنه البلدي كده. اخدته تقلبتين في السمنه، يعني طعم السمنه بيخش على الفول. وبعدين هنا حطيت عليه البصله وهقلبها معاه برضك تتشوح معاه، وكمان هحط الطماطم تتشوح معاها كمان كويس. انا مش عارفه اعمل ايه النهارده، والله الناس كلها مستقصداني النهارده بالاصوات دي. المهم شوحته كويس وقلبته كويس مع بعضه، وهحط عليه الطماطم دلوقتي تتشوح كمان معاه، عشان مش بحب الشوربه يكون لونها ابيض، يكون لونه بامبا كده. يعني حاجه على قد كده، محدش يبص لعين البوتاجاز اللي ورا دي، لان وانا بصور كنت حاطه اللبن على النار، فاللبن فار من على البوتاجاز والدنيا اتلخبطت خالص بسبب التصوير. هغسلها بعدين ان شاء الله. كده هنا حطيت الطماطم وهقلبها كله مع بعضه يتشوح كويس، وبعدين ازودها ميه سخنه وشويه ملح وفلفل، وهسيبه بقى يتسلق لغايه ما الفول يستوي. وكده الفول استوى. معلش يا جماعه التصوير قلب مني، الدنيا كانت ملخبطه معايا خالص. كده الفول استوى اهوت، وحطيت عليه الميه وهحط شويه ملح وفلفل. ودي فوله مش حلوه هشيلها لغايه ما الفول يستوي. حاجه بسيطه كده يا جماعه، اكيد انتوا بتعملوا حاجات احسن مني بكتير يعني، بس كل واحد بيقول للتاني طريقته عامله ايه. ده شويه بقى فلفل اسمر وملح، وبحط بردك نص معلقه سكر صغيره بتخلي طعمه حلو. وكل واحد بيشوف طريقة التاني بيتعلم منها، فياريت لو سمحتوا ممكن تسيبولي تعليق ايه اللي انا عملته ناقص من عندكم، يعني او انتوا بتعملوا ايه احسن من عندي، يعني ايه الطريقة الاحلى. وده الفول بقى بعد ما استوى خالص اهوت، والبصل فيه انا بحب البصل المسلوقة ديت، وبعصر عليه ليمون. والفول مستوي خالص اهو اتفتح والقشرة بتاعته مفتحة. بألف هنا وشفا لزوجي، بس ما تقوليش عايز فول نابت تاني لو سمحت. طبعا الفول النابت ما يحلاش غير بالليمون. ولو عجبكم الفول بتاعي يا ريت لو سمحتم تعملوا لي لايك وتسيبوا لي تعليق حلو منكم، عشان اعرف ايه اللي ناقص عندي او اللي انتوا بتعملوه احلى من عندي. شكرا ليكم، ويا رب اكون عجبتكم. مع السلامة.